كتحسي براسك باقا عايشه مع ذكريات ديال الماضي، مازال كتفكري في مواقف فات عليهم الوقت، كتعاودي لقطات في راسك وكتبقاي تقولي لو كان غير تصرفت هكا ولا كون اختاريت هكا كان غيكون احسن. حاسه بلي شي حوايج فاتوا مازال كيأذيوك وما قادراش تجاوزيهم. اختي، راه جا الوقت باش ما تبقايش مسجونه في الماضي ديالك. جا الوقت فين تصالحي مع راسك وتفهمي بانك كنتي ديك الساعه كديري جهدك حسب الوعي اللي كان عندك، يعني انك في ديك الوقت درتي الماكسيموم اللي قدرتي عليه حسب الوعي ديالك وقلبك الصافي اللي ما كانش عارف، حيت من الخطا كنتعلموا. كون ما غلطتيش اليوم ما كنتيش غتعرفي بلي هادوك اخطاء، يعني انت ديك الساعه درتي اللي عليك. اي مشكل بغينا نعرفوا ليه الحل خاصنا نعرفوا الاصل ديالو، خاصنا نعرفوا علاش. ابا هاد السوجي اللي غندويو فيه اليوم، هذه نصيحه للبنات. ملي يوقع لك شي جاست خايب، عوض تقولي علاش هذاك الشخص ما عاملنيش مزيان، سولي راسك علاش قبلتي هذاك التعامل. عوض تقولي علاش هذاك الشخص مشى وخلاني، قولي علاش انا بقيت متعلقه به وحابسه حياتي. لهذا اول فقره غادي ندويو فيها هي علاش كنتعلقوا بالماضي. الا حسيتي براسك متعلقه بالماضي ديالك، هذا السبب ديالو هو ان الداخل ديالك مازال كيقلب على تفسير، مازال كيقلب على انصاف وعلى اجابه، على نهايه مريحه. كنبقاو نرجعوا لذكريات كيجرحونا حيت مازال داخل ديالنا طفل صغير ما فاهمش علاش تجرح، علاش تخدل، علاش تخان وعلاش حطموه. وإلا ما كنتيش فاهمه هاد الشيء غادي تطيحي في واحد الدوامه خايبه، غتبداي تجلدي راسك وتحاسبي راسك وتعاملي راسك بقسوه. انا السبب، انا غلط، وانا كنت ساذجه وانا ما كنتش كنفهم. وكل مره كتعاودي هذيك الذكرى كتعاودي تجرحي راسك من جديد بلا ما تحسي. يعني عوض تعيشي هذاك الالم مره واحده وتفهميه وديباسي، كتولي تعيشي 1000 مره، لانه فاش تحيي هذيك الذكرى في راسك اوتوماتيكمون كيجيك نفس الاحساس باش حسيتي في ديك اللحظه، يعني كتعاودي تحسي بنفس الالم وكتولي عايشه تجربه 1000 خطره في حياتك. اول حاجه خاصك تعرفيها هو انه اللي فات ماشي خساره، هذيك تجربه. ما تبدايش تاخدي لي زيكسبيريونس ديالك كانهم جريمه درتيها او لا كانهم شي حد جا باش يحقرك. لا، في هذه الحياه حتى شي حاجه ما كتوقع هكاك سبونتانيمون. اي تجربه وقعت فراه بغات توازن لك شي حاجه في الشخصيه ديالك. كنتي انسانه كتعلقي بالناس، غادي تلاقي بواحد الشخص اللي غادي يخليك باش تنوضي تجمعي الوقفه وتداوي داك الجرح اللي عندك. يعني اي حاجه وقعت ليك ما هي الا سبب باش تعالجي واحد الخلل عندك في شخصيتك وتوصلي للكيليبر ديالك. خدي التجارب كانهم فرصه باش تطوري من راسك وتزيدي لقدام. واهم حاجه فهمي بانك في ديك اللحظه داكشي اللي درتيه حيت كنتي باغيه الحب، كنتي باغيه التقبل، ولا كنتي باغيه الامان. انتي ما كنتيش ناقصه، وانما كنتي انسانه كتعلم. الحل ماشي هو تهربي من الماضي ديالك ولا تمسحيه، حيت هادشي اصلا ماشي ممكن. الحل هو تفهميه وتحضنيه. كل دمعه، كل خيبه، كل خطأ صغير ولا كبير راه هو اللي خلاك اليوم واقفه وواعيه براسك، هو اللي خلاك اليوم شخص اخر. كل جرح عشتيه ما هو الا سبب باش انك تبغي راسك كتر وتختاري راسك كتر بلا ما تخافي. حبيبتي، التشافي ماشي هو تنسي الألم، التشافي هو تعترفي به وتقبليه بلا جلد بلا عتاب. الا عندك شي جرح خاصك تعنقيه، هذاك الجرح خاصك تداويه، ماشي ديري راسك بحال اللي ما كاينش. انتيا راكي روح صافيه كتغلط وكترجع بحال كاع الناس، وهذا هو الجمال الحقيقي ديالك. خاصك تقولي معايا درت اخطاء ولكن انا ماشي خطأ. انتي الشخص اللي غلط، ولكن ماشي حياتك كلها غلط. هذاك غير جزء من القصة ديالك، جزء من الطريق ديالك. ودابا نشوفوا كيفاش يمكن لنا نتجاوزوا هذا التعلق. كيف ما قلت لكم قبل، الحل ماشي تنساي، الحل هو تفهمي شكون انتي في ديك اللحظة. انتي كنتي باغية توصلي لشي حاجة وتصرفتي حسب الجهد اللي كان عندك وحسب الوعي اللي كنتي فيه. خاصك توقفي وتاخدي نفس عميق وتقولي انا ديك الساعه كنت كنحاول، ما كنتش عارفه، كنت نيه اكثر وكنت باقا صغيره، دونك درت هذاك الشيء اللي كنت قاده عليه حيت ما كنتش عارفه بزاف.
سامحي راسك، هذيك البنت اللي كنتي خاصكي تبغيها، اللي كانت كتحلم ببساطه وكانت كتعطي بقلب كبير ونيه صافيه وما كانتش كتعرف. هذيك النسخه خاصكي تبغيها. انتي تستاهلي تكوني بخير، تستاهلي تعيشي خفيفه بلا ذنوب مختلقه من راسك، بلا جلد الذات. تستاهلي تقولي لراسك اليوم انا سامحتك وانا كنبغيك. باش نوصلوا لهذا الشيء هذا وباش اننا نتجاوزوا هذا الماضي خاصنا نواجهوه. اول حاجه نتقبلوا هذاك الشيء اللي وقع. كيف ما بغات تكون القصه غادي تجلسي مع راسك وغتحاولي تقبليها وغتقولي لراسك اتس اوكي، انا دزت من هذا الشيء، هذه ماشي حياتي كامله، هذا جزء من حياتي وراه داز كيف ما كان، وباش ما عطى الله راه فات. خاصني نتقبلو كيف ما هو، وإلا كانوا فيه شي اخطاء حتى هما خاصني نتقبلهم. انتي راكي انسان ماشي ملائكه، وتا شي حد ما فرض عليك انك تكوني ملائكه وانك تكوني بارفيت وانه ما يكونوش فيك لي فوت. راه من حقك تغلطي باش تعلمي. دونك نتقبل هذاك الشيء اللي درت. لوبجيكتيف ديالك في هاد المرحله الاولى ماشي هو تباني قويه، معليش تحسي براسك ضعيفه وتحسي انك تأذيتي وعشتي الم، وهذا الشيء حقيقي ماشي كتزيدي فيه. انت بصح عشتي شي حاجه كضرك سي با غاف، اهم شيء تعترفي انك موجوعه، انك مقصحه وعندك جرح، حيت الا ما اعترفتيش بيه ما تقدريش تداويه. تاني حاجه غديريها هو الفهم. شنو وقع لي بالضبط؟ خودي وقتك وفهمي شنو خلاك تيقي، شنو خلاك تصبري في واحد لا غولاسيون توكسيك ولا في واحد الخدمه ولا كلكو سوا لو كا. انا ما كندويش غير على لي غولاسيون ولكن لو باسي اون جينيرال. خودي وقتك باش تفهمي مزيان، ماشي باش تلومي راسك وانما باش تفسري لراسك شنو وقع. خلي هذاك الطفل الداخلي اللي عندك يفهم، يهضر، يقول لك علاش. لانه كيف ما قلت لكم في الاول ديال لا فيديو، ماشي سوقنا علاش الطرف الاخر تعامل خايب، خاصنا نفهموا علاش حنا صبرنا ليه. فوالا هادشي اللي خاصك تفهمي. والحاجه الثالثه هي فصل الذات عن الذكرى. هنا كيخصك تفهمي لراسك باللي الحدث وقع، ولكن راه ماشي هو التعريف ديالك ولا ديال الهويه ديالك. انتي شخص تقدري تكوني كنتي في علاقه خايبه اولا في خدمه خايبه ولا فشلتي في قرايتك، ولكن هذا ما كيعنيش انك انتي حياتك كلها غادي تبقاي هذاك الشخص الضعيف اللي بكى في واحد لا بيريود ولا غلط ولا دار اخطاء. هذيك غير جزء داز، هي ماشي الهويه ديالك. انتي ماشي داك الخطا، انتي انسانه داز من تجربه وفاتت. انا عشت تجربه ولكن انا ماشي هي التجربه. رابع خطوه خاصك ديريها ضروري هي التفريغ الامن للمشاعر. بكي الا بغيتي تبكي، كتبي المشاعر ديالك، عبري. مهم ما تخليش داك الالم مخنوق في صدرك، حطيه على ورقه، لانه الحاجه فاش كتشوفيها خرجات قدامك ما كتبقاش خانقاك. تعلمي انك تخرجي، خاص دوك المشاعر كلهم يخرجوا. نجلس وندير جلسات ديال التنفس العميق، نهز النفس ونخرجها بشويه عليا ونحس بلي كاع دوك المشاعر كيخرجوا. نتخيل راسي هازه واحد الحجره كبيره اللي هي داك الماضي ديالي، وكل نهار ندير جلسه في الليل ونحاول نحط ديك الحجره ونعطيها بالظهر. ضروري تكون عندك مذكره ديالك في هاد لابيريود غديري فيها هاد التمرين هذا اللي غادي نقول لك. غتاخدي الورقه غتقسميها على جوج، غتكتبي افكار سلبيه وغتكتبي من الجهه الاخرى افكار ايجابيه اونتر بارونتيز، ديري استبدال. يعني في كل مره غتجيك فكره سلبيه غادي ديري الاستبدال بفكره ايجابيه. هنا غادي تكتبي كاع الافكار السلبيه اللي كيطيحوا لك في راسك. مثلا كون غير تعاملت مزيان ما غيوقعش هذا الشيء، وفي الجهه الاخرى غادي تقولي لا انا راني تعاملت حسب الوعي ديالي، انا درت داكشي علاش كنت قادره، وهذا الشيء راه مقدر انه يوقع وكان غادي يوقع مهما شنو درت. هكا غادي ديري مع جميع الافكار ديالك. كتبي الافكار السلبيه اللي عندك وكتبي قدامهم افكار ايجابيه وتبداي تقرايهم. ان فوا تجيك ديك الفكره السلبيه اللي كتردك الماضي غتستبدليها في دماغك بفكره ايجابيه، ومع الوقت العقل الباطني ديالك غيوليتي غير دوك الافكار الزوينين. ندوزو للخطوه الاخرى وهي قبول الماضي بلا مقاومه. الماضي ديالك ما كيطلبش منك انك تنسايه وما كيطلبش منك انك تجاوزيه بحال ما عمره ما كان، ولكن خاصك تقبليه كجزء من الرحله.
كل لحظة ديال الضعف دزتي منها صنعات جزء من القوة ديالك اليوم. يقدر ماشي كل شيء كان زوين في الماضي، ولكن هذوك الحوايج اللي كانوا خايبين هما سبب باش تعلمتي. ومع الوقت غادي تحاولي ديري هاد الخطوة اللي هي خطوة كبيرة بزاف، هي المسامحة الحقيقية. خاصك تسامحي راسك وتسامحي الناس الاخرين. سامحي اللي جرحك واللي اذاك، هي باش تخليهم يمشيو، ماشي حيت هما يستاهلوا هاد الشيء، ولكن انا ما بقيت باغاك تحسي جهتهم بتا شي حاجه، لا بمشاعر ايجابيه ولا بمشاعر سلبيه، حتى بجوجهم كيخليوك حاصله في الماضي. دونك حاولي انك تسامحي شي حد الى جرحك، واهم حاجه تسامحي راسك. هذه اهم حاجه، سامحي راسك على داكشي اللي فات، حيت انتي كنتي كتحاولي حسب هذاك الشيء اللي قدرتي عليه، درتي جهدك كامل باش تكوني مزيانه في ديك الوقت. وما تنسيش انك انتي كتستاهلي ترتاحي، كتستاهلي تعيشي بخير من بعد ما تحسي براسك وليتي شويه مزيان ودرتي هاد الخطوات اللي قلت قبل، اللي جيسبر تكوني كتبتيهم في المذكره ديالك. غادي تعاودي تكتبي القصه ديالك، وهاد المره ما غتكتبيهاش كضحيه كانك كتبكي، كتبيها كمحاربه. خدي ورقه وستيلو، كتبي القصه ديالك اللي كتضرك ولكن بطريقه جديده، كتبيها باسم محاربه دازت من واحد الحاجه خايبه وقدرات انها تجاوز، وقدرات انها تفوت هذاك الشيء وتعلمات الدروس. يعني خديها بطريقه ايجابيه وبانها كانت سبب باش انتي زدتي لقدام. واخر حاجه نبغي ننصحك بها هي العيش في الحاضر والامتنان ليه. عيشي اليوم، ركزي على شنو عندك دابا، ما تخليش هذاك الشيء اللي فات يسد لك عينيك على شنو عندك اليوم. كل نهار هو فرصه جديده باش انتي توصلي للسعاده والراحه النفسيه ديالك. انتي بنت اليوم، ركزي على اليوم وكوني ممتنه اليوم. يقدرش تكوني دوزتي بزاف وسكتي بزاف وتضريتي بزاف، اليوم بغيت نقول لك بركه من العذاب، بركه من اللوم، بركه ما تعيشي في واحد الذكرى ما كتستاهلش طاقتك. الحياه كتسناك بكل رحمه وكل لطف وكل حنان، ترجعي لراسك وترجعي لقلبك. الماضي ديالك راه جزء منك، ولكن المستقبل ديالك كله بين يديك وانتي قادره ترسميه. ولو تكوني كتحسي دابا بشويه ديال الالم، راه هادشي ما كيقللش من القوه ديالك ومن انك قادره تصنعي مستقبل زوين. بالعكس غادي تنوضي رغم كاع هادشي اللي غيفوت عليك. خاصك غير ديري هاد الخطوات هادو. واخيرا بسم الله على قلبك حتى يهدأ، حتى يرتاح وحتى يصفى. رجعي لراسك، راه انتي محتاجاك.